لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. في هذا الفيديو سنعرض لكم صورا لزوجات أبطال المسلسل ضيعة ضايعة، المسلسل السوري المعروف الذي حقق نجاحات كبيرة جدا وكان من أفضل المسلسلات السورية التي قدمت. سنعرض لكم صور زوجات أبطال المسلسل، زوجات وعائلات ممثلين ضيعة ضايعة وأعمارهم وديانتهم. ستنصدم من عدد أولاد زهير رمضان لإندهاش الجميع بهذا العدد من أبناء زهير رمضان الفنان السوري الكبير الذي قدم دورا كبيرا في مسلسل ضيعة ضايعة. ضيعة ضايعة مسلسل سوري كوميدي ساخر بلهجة أهل الساحل السوري في اللاذقية، أجرى أحداثه في ضيعة قرية بسيطة وفقيرة اسمها أم التنافس الفوقاء. جرى عرضه لأول مرة على قناة أبو ظبي الفضائية عام 2008، وفي 2010 تم إنتاج موسم ثاني للمسلسل باعتبار أنه الأخير. وفي الموسم الثاني ظهر أبو شملة المهرب من قرية التخريمة وقام بدور الفنان محمد حداقي. جرى تصوير حلقات المسلسل في المناطق الجبلية لقرية السمراء الواقعة بمنطقة كسف في محافظة اللاذقية السورية، ويشتمل على حلقات متكاملة لكن لكل حلقة قصتها متميزة. ويصور المسلسل حياة البسطاء والفطرة في العيش مع جمال التعايش بين الإنسان والطبيعة المحيطة به في سبيل التخلص من العبودية المطلقة للتقنية في عصر الرقميات والتكنولوجيا. أهم ما يميز هذا العمل هو اللهجة المحكية فيه، حيث تحدث الممثلون لهجة مشتقة من لهجة أهالي مدينة اللاذقية ويستعملون فيه مفردات غالية فيها الطرافة والغرابة، ولا زالت مستخدمة في أرجاء المنطقة، حيث تتم ترجمة هذه المصطلحات إلى اللغة العربية الفصحى. في المسلسل أخذ الممثلين في المسلسل من مدينة اللاذقية، والشخصيتان الأساسيتين في هذا المسلسل الكبير في ضيعة ضايعة هما أسعد خشروب وجودة أبو خميس، وهم جاران أسعد الطيب والساجد. يبقى عرضه واستمرار لمقالب جودة الحسود والمحتال الذي يسلب نقوده من خلال المراهنات على أي شيء وكل شيء. هناك العديد من الشخصيات الأخرى الرمزية كعادل الفساد، عبد الناصر منقبي عضو الجمعية الفلاحية. وسنكشف لكم عن عدد أبناء زهير رمضان الفنان السوري الكبير والذي توفي في العام 2021 وكان بطلا من أبطال المسلسل الكبير ضيعة ضايعة، حيث إنه ديانته هي الإسلام. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.